السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد، اهلا بكم في قناة بيتك اجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض الكوكيز او بسكوت العسل بطريقة سهلة وبسيطة، مكوناته موجودة عندنا في كل بيت. بس قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المكونات اللي معايا يا بنات، معايا 3 كوبايات من الدقيق طبعا نخلاهم، معايا بيضه، معايا 2 باكو من الفانيليا، معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان رشه ملح، وكوبايه من العسل، ونص كوبايه من السمنه. كوبايه العسل يا بنات مش كوبايه كبيره، لا، المج العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. هنملاه كده عسل، وهنضيف على العسل بيضه و2 باكو من الفانيليا. هنخلط العسل مع البيض والفانيليا، وبعدين نضيف باقي المكونات. هي طريقته سهلة وبسيطة، بس الطعم اقسم بالله خيال يعني. جربوه ان شاء الله كده مش هتندموا. ادي كده يا بنات، نزلت كده بالبيضة اللي معايا، ونزلت بالاتنين باكو كده من الفانيليا. هخلط كده البيض مع العسل والفانيليا كويس، وبعدين هنضيف السمنة اللي معايا، نص كوباية من السمنة. برضو السمنة يا بنات مش كتير، نص كوباية اللي هي مج الشاي اللي موجود عندنا. برضو اخدت من نصه سمنة. حابة تضيفي نص ربع سمنة وربع زيت براحتك، حابة تعملي زي ما انا ما عملت نص سمنة براحتك برضو. نزلت كده يا بنات بنص كوباية السمنة، وهخلط السمنة مع العسل مع البيض والفانيليا كويس، وبعدين هنبدأ ننزل بباقي المكونات اللي معايا، اللي هي الدقيق، وطبعا البيكنج باودر ورشة الملح. ما ننساش البيكنج باودر ورشة الملح. البيكنج باودر مش هنزود عشان الكوكيز بتاعنا ما يفرش معانا ويبقى حجمه كبير، لا، احنا هناخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني مش هناخد كتير. كده خلطنا خلاص العسل والسمنة مع بعضهم والبيض. هبدأ انزل طبعا بالدقيق اللي معايا، برضو مش هنزل بيه كله مرة واحدة، هننزل كده حبة بحبة لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، قوام العجينة اللي انا عايزاه. بس طبعا بعد ما بنعمل العجينة بنعجنها كويس. بصوا، هي ما بتاخدش يعني ما بتاخدش وقت في العجن. هي بس احنا بنلف كده الدقيق بتاعنا مع الخليط اللي احنا عملناه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بس بنلف كده بالمضرب اللي في ايدينا، او بايديك، يعني بتلفي كده بايدك كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بس في نفس الوقت ما فيش عجن، يعني ما فيش ان انت تفضلي تعجني في العجينه بتاعتك فتره طويله عشان ما تنشفش معاكي، لان ده يعتبر بسكوت، يعني لازم يكون دايب معاكي. فانا بصوا، انا عملت شويه بالمضرب، بس لقيت بصراحه العجينه بتاعتي مش ماشيه معايا في المضرب، عشان خاطر العجينه بتاعتي تجلت معايا وكده في المضرب. فايه استخدمت ايديا بصراحه، يعني عشان اكون صريحه معاكم. هنا طبعا بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كويس، هنا كده كنت بوريكم بتاخدي كده قطعه من العجينه وتكوريها وتضغطي عليها. اللي لقيتيها لسه بتتفتح معاكي او بتشجج معاكي، يبقى هتضيفي مثلا حوالي كده معلقه من الدقيق تاني، لحد ما توصلي للقوام ان انتي تحطي صابعك كده في العجينه. ما تفتحش معاكي خالص، بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كويس، دخلتها كده التلاجة ارتاحت. وبعد ما دخلتها التلاجة لمدة مثلا 5 دقايق 10 دقايق كده في التلاجة، بس العجينة بتاعتك ترتاح كده شوية. بعد كده جبت كده الصواني اللي انا هسوي فيها الكوكيز بتاعنا او البسكوت بتاعنا، وبدأت كده ان انا اشكل معاكم. معايا هنا كده دوت شوكولات شيبس، بنشتريه من عند العطار عادي خالص، بتشتري ب10 جنيه، بيديكي حبة محترمين يعني. برضو بيدي شكل الكوكيز بتاعك، بيكون شكله حلو معاك، بيكون شكله مميز كده وحلو. طبعا لو ما عندكش شغل الشيبس عادي، مفيش اي مشكله، ممكن تعملي جوز هند، والله يكون برضو حلو. يعني بتاخدي كده كرة من العجين، بتضغطي عليها كده. بصي، حاولي ان انت تلمي ايديكي كده، او تخلي ايديكي توحديها كده في البسكوت بتاعك، يعني ما تخليش واحده كبيره واحده صغيره، لا، حاولي تظبطي ايديكي كده يبقى كله حجم واحد او مقاس واحد. بتضغطي عليها كده، بتفرديها بعد ما تكوريها، تفرديها وتفرديها كده بصبعك كده، وبعد كده بتحطيها كده في الشوكولات شيبس اللي معاكي، او لو جوز هند برضو هيكون حلو معاكي. برضو ده حلو وده حلو، احنا بنعمل الحاجة الحلوة، عايزين نعمل حاجة حلوة لأولادنا، وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة.
وكمان بنمشي بالحاجه اللي عندنا. يعني انا ما عنديش مثلا شوكولاته او شوكولاته شيبس زي كده، هعمل لو عندي جوز هند هيسيد يعني هي قد الغرض. ما عندكش جوز هند عادي اعمليه ساده، مش هيقول لا يعني وهيطلع حلو، هيبقى زي الفل. المهم الطعم، المهم طعم البسكوت بتاعك يكون حلو. بس كده. انا جبت كده الصينيه بتاعتي، وبدات كده اخد كده من العجينه اللي معايا، اكور كده واضغط عليها بصوابعي كده، وبعدين بحط كده عليها، بغمزها كده في الشوكولاته اللي معايا، بتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكميه اللي معايا 3 كوبايات من الدقيق عملوا لي صينيتين اللي هي صواني البسبوسه بتاعتنا اللي برضو موجوده عندنا، يعني كلنا عندنا منها الصواني دي. انا بحب بصراحه في المخبوزات الصواني الالومنيوم، معرفش ليه يعني، بحس ان هي كده مريحه وبتديكي، بيطلع لك السوا بتاعك بيكون حلو، وفي نفس الوقت ما بتحركش الحاجه معاك خالص. طبعا يا بنات بعد ما شكلت برضو الكوكيز بتاعنا، دخلت الصينيتين التلاجة لمدة 5 دقايق يرتاحوا. بعد ما انا مشكلتهم كده وحطيت لهم الشوكولاتة كده اللي على الوش دي، دخلتهم كده التلاجة ارتاحوا لمدة 5 دقايق كده او 10 دقايق. وبعد كده ولعت الفرن وظبطت الفرن بتاعي كده، سبته سخن شوية، بعدين هديت النار، وبعدين دخلت الصواني بتاعتي. طلع معايا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا بندخله التلاجة اول مرة بعد ما بنعجن، وتاني مرة بعد ما بنشكل، عشان خاطر العجينة ترتاح وتديكي النتيجة اللي انت عايزاها، لان الجو حر. فلو بعد ما شكلتيه كده دخلت الفرن على طول، بتكون السمنة اللي احنا حاطينها سايحة، فبتدخل الفرن بس تلاقي الواحدة كده ايه ما شاء الله بتفرش قوي، فبيكون شكلها مش حلو. لكن لما تدخلها التلاجة تحس ان السمنة بتجمد شوية في الكوكيز بتاعك، فلما بيدخل الفرن ما بيلحقش ان هو ايه، لان هو ما بياخدش سوا، فما بتلحقش بصراحة ان هي تفرش يعني، بتبقى ماسكة نفسها كده وواخدة الشكل اللي انت عاملاها بيه، فبتطلع بنفس الحجم اللي انت دخلتها بيه، بتطلع برضو بعد السوا بنفس الشكل. بس سويته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمه والله العظيم والله العظيم تاني طعمه تحفة بجد يعني. بصوا الصينيتين دول طبعا بس